ياك أهلين وسهلين بجمهور الضحك والجلطات الخفيفة. أنا جزرة، نجم الكوميديا الصاعد بسرعة الصاروخ، واليوم قررت افتح صفحة جديدة بحياتي واغزو عالم جديد، عالم الجيمينج والبث المباشر. قلت لحالي يا جزرة، هاي فرصتك لتصير مليونير وتجيب مشاهدات أكتر من نهائي كأس العالم. جهزوا حالكن لتشوفوا أسطورة الجيمينج الجديدة يلي هو أنا طبعا. يلا لك يا جماعة، القصة بلشت لما شفت هالجيمرز الصغار والكبار عم يطلعوا لايفات وعم يلموا مصاري ودنيا وعالم. قلت لحالي شو ناقصني أنا؟ لا إيد ولا رجل؟ جزرة ذكي، جزرة سريع بديهة، جزرة بيعرف يحكي، أكيد رح كسر الدنيا. أول شغلة قلت لازم جهز العدة الاحترافية. نزلت على السوق ولقيت كمبيوتر مستعمل لقطة على قول صاحبه، قال شو صاروخ أرض جو بس بده شوية نفط غبرة. جبته على البيت، طلع أبطن من سلحفات حامل وعم تطلع، طلعت قاسيون. هي أول جلطة. هي ضحكة عالية ومجلجلة. والسماعات، استعرت سماعات من ابن الجيران اللي بيشتغل بكول سنتر، بتسمع فيها صوت اللي عم تحكي معه وصوت امه عم تطبخ جنبه. اما الكرسي، كرسي سفرة قديم، كل ما اتحمس واتحرك بقلب اللعبة بيطلع صوت كأنه في حدا عم يولد تحتي. لك شو هالعيشة هي يا زلمة. المهم جهزت الاستديو الفاخر تبعي وقدرت خليني بلش بأشهر لعبة بالعالم، هي اللي كلها ضرب وقتل وركض. نزلت اللعبة بعد ما قعدت يومين عم تنزل بسبب النت السياحي اللي عندي، وفتت على أول جيم. يا جماعة شو هاد؟ لك أنا ما عم بعرف منين عم يجيني الضرب، كل شوي وقع ميت. اللاعبين اللي معي بالفريق شكلهم فاتحين اللعبة برجلن الشمال، لك واحد منهم طول الجيم عم يغني مواويل. وهون يا جماعة صرخت صرخة من نص قلبي، هزت أساسات البناية. لك آخ يا راسي، شو هالفرقة هي اللي حاطيني معها؟ وكل ما أموت أضرب الكيبورد وسب على اللاج وعلى الشركة اللي عملت اللعبة وعلى الساعة اللي فكرت فيها صير جيمر. صد ضربة قوية على الطاولة بشكل كوميدي. قلت لحالي يمكن أنا مو خرج ألعاب فرق، خليني جرب ألعاب فردية يمكن أبدع. نزلت لعبة سيارات، قلت بسيطة شو بدها يعني، دعست بنزين وفرام. يا جماعة أول 5 دقايق عملت 6 حوادث ودعمت كل السيارات اللي بالشارع، وبالآخر الشرطة مسكتني وأنا عم سوق بعكس السير. حتى باللعبة ملاحقيني. ضحكة يائسة. الأكتر من هيك قلت خليني افتح بث مباشر وفرجي العالم مواهبي الفزة باللعبة اللي كنت عم بخسر فيها خسارة ساحقة. المشاهدين 0، لا عفوا، بعد نص ساعة دخل واحد كتب لي تعليق، أخوي المايك عندك مسكر ما عم نسمع شي. لك أنا انجلط صوت شبه صرخة مكتومة. طلع المايك معصلج وما عم يشتغل. بالآخر بعد أسبوع من المحاولات الفاشلة والجلطات المتتالية قعدت مع حالي قعدة مصارحة. اكتشفت إني جيمر فاشل بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. بس بتعرفوا شو الحلو بالموضوع؟ اكتشفت إني شاطر كتير بأسهل قصص الفشل تبعي بطريقة بتضحك. يعني بدال ما صير نجم جيمينج شكلي رح صير نجم بقصص الفشل الكوميدية. وهون ضحكت ضحكة واحد فائع مراته بس راضي. يعني مو كل واحد إله كار، بس كل واحد إله قصة بتضحك. وهيك يا وحوش الضحك بتكونوا سمعتوا قصة فشل الذريع بعالم الجيمينج. أكيد كل واحد فيكن عنده قصة فشل كوميدية بشي شغلة حاول يعملها. فجروها بالتعليقات، خلينا نضحك على بعض. ولا تنسوا اللايك المتفجر والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليوصلكم كل جنان جزراوي جديد. أنا جزرة الشوارعي وبشوفكن بحلقة أقوى وأكثر فشلا، قصدي ضحكا. سلام يا أكابر.